السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل ديكور بسيط جدا بالشريط اللصق. يلا نشوف. بداية كده خلونا نبدأ من أول حيطة من على اليمين. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. طبعا المقاسات اللي أنا شغال بها دي هتنفع لو على حيطة كبيرة، تمام، ولو عايز تكبر المقاسات تمشي بنفس الخطوات، بس كبر المقاسات برضه مفيش عندك أي مشكلة. خلينا نقيس كده مثلا 25 سنتيمتر ونعمل علامة بالشكل ده. بعد 25 هنفضل نقيس 25 الحيطة كلها يا جماعة. وتحت نفس الحكاية. شريط لاصق مقاس 1 سم، المرة دي مقاس 1 سم، تمام. هنبدأ نوصل العلامات مع بعضها. بعد كده هناخد يا جماعة اللزق بتاعنا، تمام، ومش هنخليه بزاوية 45 كده، لا، هنخلي الزاوية يعني عدلة شوية كده مثلا. بعد كده هناخد المسطره بتاعتنا وهنثبتها على اللزق اللي احنا خدناه بالشكل ده. ما نخليش المسطره او اداه القياس ان كانت كده كده، لا، خليها كده. حلو. خليها كده وقيس بالظبط برضو 25 زي ما قسنا في الاول، تمام. عند 25 كده وهتعمل علامه، وهتيجي الناحيه الثانيه برضو من تحت كده هتقيس نفس الحكايه، تعمل علامه، وهنبدا ناخد نفس اللزق هو 1 سم ونبدا نوصل. وبعد كده برضه يا جماعه هنكرر نفس الخطوه لغايه لما نخلص المساحه بتاعتنا كلها لتحت. فوق الخط يا جماعه احنا عملنا كل اللي تحت الخط، كل اللي فوق الخط نفس الحكايه. لاحظوا يا جماعه بعد ما لزقنا اللزق طلعت معانا الاشكال المعينات. هنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هنيجي كده باستخدام اللزق برضه هنقسم كل معين اثنين، نمشي باللزق فيه كده بحيث اننا نقسمه اثنين زي ما حضراتكم شايفين كده. عطينا مثلث هنا ومثلث هنا، ونبدا نكمل باللزق على الخطوط دي كده بالشكل ده. كده انا ناخد يا جماعه دهان رمادي بلاستيك مط، والدهانات كلها اللي انا شغالها دي الاسود ده مط برضه، تمام، مط يعني مطفي. هبدا ادهن. انت طبعا ممكن ما تتقيدش بالرماد والكلام ده، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها، اي حاجه على ذوقك، مفيش مشاكل. ولكن ميزه اللي انا بعمله ده بالالوان اللي انا بعملها ان هو هيمشي مع اي لون في اي مكان في البيت عندك، تمام. حبيت تعمله في الصاله هينفع، حبيت تعمله مع لون بيج هينفع، حبيت تعمله مع رمادي، حبيت تعمله مع الوان غامقه، مديه على الاحمر، مديه على الموف، هينفع مع اي حاجه. ليه؟ لان الالوان اللي نعملها احنا تعتبر الوان محايده، يعني بتمشي مع كل درجات الالوان. نفتح اللون، تمام، بعد ما عملنا وجهين او ثلاثه لغايه لما الحيطه تغطي خالص يعني، تمام. هنفتح اللون شويه، وهنفتح بان احنا نضيف شويه ابيض، ادي كل اللي هنعمله. وهنبدا ندهن بعض الاشكال نص الشكل كده باللون الفاتح شويه. ممكن تعمله على لون واحد برضه، يعني تكتفي بلون واحد مفيش مشاكل. لكن احنا هنعمل كذا لون. طبعا اللزق باين، انا شايفه يا جماعه، ممكن ما هو مش باين معاك في الكاميرا، لكن هو باين معايا. نغمق اللون شويه كمان بعد ما عملنا الاشكال دول اللي فتحناهم، وهنبدا ندهن هنا كده مثلا من الدرجه الغامقه شويه. هناخد المجموعه دي كده اللي مع بعضها. هنعمل درجه بعد كده غامقه خالص، هي مش اسود ولكن رمادي يعني، هو افتح من الاسود بتاع الارضيه اللي احنا نسيناه طبعا، لنا فتره ما شغالين عليه ده ما شفناش. فهندهن منه برضو بعد بعض المثلثات، تمام. هو مش اسود، ممكن يكون متخيل انه اسود دلوقتي، ولكن ده المط ده اللي انا شغال بيه البلاستيك المط، بعد ما بينشف هتلاقيه فتح معاك.
بعد كده بعد ما دهنا يا جماعه على بال ما يجف جفاف كامل يعني هناخد لزق 5 سم العريض ده، وهنبدا على الخطوط اللي خدناها كده فاكرينها دي، هنبدا نلزق اللزق بتاعنا على اللزق اللي 1 سم. تمام بالشكل ده. اللزق العريض ده اهو، ده اللزق 1 سم، واحنا هنلزق ايه عليه اللزق العريض. هناخد سبراي اسود بعد ما لزقنا يا جماعه، سبراي اسود اهو، سبراي عادي يعني هو مكتوب عليه سبراي بينت اول بيربلز انترور اكسترور، سبراي عادي. نبدا نمشي هنا كده في الاشكال اللي احنا عملناها. حانت لحظه الحقيقه.